الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. الناس بتاخد حتة وتسيب حتة. الناس بتاخد تناسلوا وتسيب تناكحوا. النهاردة الجواز بقى صعب ومحدش عارف يتجوز عشان الناس بتغالي في المهور وبتطلب طلبات ما أنزل الله بها من سلطان، فأصبح الجواز صعب، فما بقاش فيه تناكح. والناس المتجوزة ماسكة في كلمة تناسلوا وعمالة تخلف وما تربيش. لما تخلف وما تربيش الرسول هيتباهى بيك ازاي؟ الرسول بيقول: إني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فأنت لما تخلف وما تربيش، ما تطلعش جيل يعرف ربنا، يعرف مين هو رسوله، يعرف ايه هو دينه. لما تطلع جيل ما يعرفش الكلام ده. انت النهاردة بتيجي تسأل واحد تقول له مين هي السيدة عائشة، يقول لك بنت النبي. ده لو عرف أصلا إن هي ليها علاقة بالنبي. قدامي واحد ما يعرفش شكل الكعبة والروضة الشريفة والمسجد النبوي. الجيل ده الرسول هيتباهى بيه ازاي؟ بلاش ناخد النص ونسيب الجوهر. تناكحوا تناسلوا، لما نيجي نربطها بالحديث التاني: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يبقى الشباب يتجوز يخلف، أمة محمد تزيد. أما الشباب مش لاقي يتجوز والمتجوز عمال يزود في عيال وما بيربيش، فين المباهاة؟ احنا ما ناخدش حتة ونسيب حتة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فاستقيموا يرحمكم الله.